افضل برنامج لتراك التمرين بتاعك. بعد ما بتنزل البرنامج وتسجل هتبدا تخش على البرنامج وتعمل الروتين بتاعك تمرين وتعمل له سيف. بعد كده تبدا تختار التمرينه بتاعتك لكل تمرينه، زي تمرينه البوش مثلا بتخش تجيب التمرين بتاعك وبتعمل له اضافه وليكن تمرين بنش. بعد كده تخش على التمرين اللي بعده وتخلص المجموعه او التمرين بتاعتك كلها وتعمل سيف للروتين. معاك 4 روتين تقدر تسيفهم في التمرين. طب نفترض وانت بتكتب التمرين بتاعك ما ظهرش معاك التمرين، بتبدا تعمل حاجه اسمها كرييت عن طريق انك بتختار اي استهداف العضله للتمرين ده، وبعدين تختار هو دمبل ولا بار وهكذا، ونوع التمرين كمان تقدر تضيف له هو ست ولا راحه ولا التمرين شكله ايه بالظبط على حسب المتاح. كمان تقدر تضيف صوره للتمرين لو انت عايز، وبتعمل سيف وبيطلع معاك التمرين بالشكل ده. خلاص سجلت الروتين بتاعك ونفترض انك داخل تتمرن دلوقتي. هتبدا تضغط على الروتين بتاعك اللي انت مسيفه علشان مش كل شويه تكتب التمارين من الاول تاني. تبدا تخش على التمرين وتحدد الراحه بتاعتك بين المجموعات على حسب هدفك، وفي فيديو شرحت فيه كيفيه الراحه بين المجموعات على حسب هدفك، لازم تشوفه وهسيب لك اللينك في اول كومنت. دلوقتي هتخش تتمرن تمرين بنش بريس. شوف التمرين بتاعك اتمرنت بدمبل كام، وبعد ما تخلص التمرين تقوم تكتب العدد اللي انت جبته بالدمبل ده. في خانه الكي جي هتكتب الكيلو او الدمبل وزنه قد ايه، وفي خانه الار اي بي اللي هي الريبس تكتب كام عده انت اتمرنت بيها وتضغط علامه صح. ومجرد ما تضغط علامه صح بيبدا معاك البرنامج يسجل الراحه بتاعتك ويعدها، وبعد ما الراحه بتنتهي بيبدا يديك جرس ان الراحه انتهت علشان تقوم تتمرن التمرين اللي بعده. تقدر كمان تعمل التمرين سوبر سيت وتربطهم ببعض براحه واحده، كمثال انك بتتمرن بنش بريس او لاترال ريز وتبدا تربطهم ببعض سوبر سيت وتبدا تتمرن التمرينين بدون راحه وتضغط على التمرين يحسب لك راحه واحده للتمرين. كمان تقدر تحدد نوع المجموعه من خلال انك تضغط عليها وتختار سواء المجموعه عاديه او للفشل العضلي او دروب سيت، او على حسب انت بتتمرنها نورمال ولا كمان وورم اب. كمان تقدر تعمل حاجه اسمها ستوب واتش من خلال التمرين لو بتتمرن بلانك او غيره. في اخر تحديث نزل في البرنامج هي RPE، وبرده شرحته في فيديو لوحده، فيديو مهم جدا لازم ترجع. هو تحديد الجهد الانسب ليك وبيبدا من 6 لحد 10، ومن 6 بيكون ان انت تقدر تجيب اكتر من 4 عدات كمان وان الجهد ما كانش احسن حاجه، اما 10 هو الماكسيمم ايفورت اللي هو اكتر جهد قدرت تتمرن بيه. بعد ما بتخلص التمرين بتاعك بتعمل سيف للبرنامج، تقدر تكتب وصف التمرين بتاعك، تقدر تحط صوره ليك بعد الجيم لو انت بتتصور بعد التمرين تقدر تحط الصوره عشان تتراك بيها الصور بتاعتك. كمان برضو متاح انك تعمل شير سواء بتتمرن مع كابتن او سواء انت متابع معايا، فبتبدا تعمل شير وتبعت لي التمرين بتاعك على الواتساب وابدا اخش واعمل لك تعليق واشوف التمرين واديك كمان ابديت للتمرين واديك. ده غير كمان انك ممكن تلاقي ناس بتعلق لك على التمرين ويبقى فيه سوشيال كده جيماويه جوه، وتقدر تعمل لايك وكومنت، وكمان ممكن تلاقيني بعمل لك لايك وكومنت وكمان بخش اديك نصيحه في الكومنت. يعلم ربنا ان البرنامج ده مش جاي لي منه اي حاجه، وللعملاء المشتركين معايا ببعت لهم البرنامج ده عشان يتراكوا بيه التمرين. ديك المعلومه من غير ما ابخل عليك لوجه الله بمبدا او علم ينتفع به. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.